لم يتلعثم في القراءة ولم تتغير نبرة صوته وكأن شيئا لم يباغته. ثباته الانفعالي ورفقه بالقطة التي اقتحمت محرابه بهدوء، لحظة خشوع ترافقها إنسانية غزت مواقع التواصل في شتى بقاع الأرض. الإمام الذي لم يحاول إبعاد القطة بل احتضنها وأكمل بسلام أثار فضول الكثير حول معرفة هويته. وليد مهساس إمام بمسجد أبي بكر الصديق في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. عرف بصوته العذب ويحظى بشعبية كبيرة وتنتشر له عدة مقاطع عبر مواقع التواصل. لحظة عفوية مع حيوان أليف وبصوت شجي بدون سيناريوهات. وصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 1,600,000,000 مشاهدة. وفي هذا المشهد يصدق القائل بأن الرزق نوعان: رزق يطلبك ورزق تطلبه.